ديما راسك. السلام عليكم ورحمة الله. نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه الرجاء يعلق على خبر تنظيم المغرب لنهائيات كأس العالم 2030. وفي تفاصيل الخبر علق فريق الرجاء الرياضي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على خبر تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال. ونشرت صفحة الرجاء الرسمية صورة فيها خريطة باللون الذهبي لدول المغرب البرتغال وإسبانيا مرفوقة بكأس العالم، وعلقت عليها بالعبارة التالية: مرحبا بالعالم في المغرب، ويلكم تو موروكو. بكل فخر واعتزاز نسعد في نادي الرجاء الرياضي بنيل بلدنا شرف احتضان نسخة 2030 من كأس العالم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال. الرجاء الرياضي يستأنف تدريبه تأهبا لمواجهة المغرب التطواني. وفي التفاصيل استأنف فريق الرجاء الرياضي أمس الأربعاء حصص تدريبية استعدادا لمواجهة نظيره المغرب التطواني لحساب جولة السادسة من منافسات البطولة الوطنية. وكان المدرب الألماني جوزيف زامباور منح لاعبي الفريق الأخضر يومي الاثنين والثلاثاء راحة، وذلك بعد نهاية مواجهة حسنية أكادير ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، إذ أن المسافة الطويلة اللي قطعوا من الدار البيضاء الأكادير فرضت على مدرب الفريق منح اللاعبين يومين عوض يوم واحد راحة. وعرف تدريب الرجاء بالأمس حضور جميع اللاعبين بما فيهم المصابين زكريا الوردي ويوسف بالأمري اللي خاضوا تدريب انفرادية في أفق التحاقهم بالتدريب الجماعية، وانتظار قرار المدرب بشأن المناداة عليهم للمباراة المقبلة أمام المغرب التطواني. 50 درهم و700 درهم لمتابعة الرجاء ضد زملاء الحفيظي وياجور. وشرع فريق الرجاء الرياضي أمس الأربعاء في عملية بيع تذاكر مباراته ضد المغرب التطواني المقررة يوم الأحد بمركب رياضي محمد خامس بالدار البيضاء في إطار الجولة السادسة. وحدد الرجاء أثمنة التذاكر انطلاقا من 50 درهم حتى ل 700 درهم، وغتكون أثمنة التذاكر المتعلقة بالمدرجات المكشوفة في حدود 50 درهم و120 درهم بالنسبة للمدرجات المغطاة و700 درهم للمنصة الشرفية. يشار أن فريق الرجاء غيستقبل نظيره المغرب التطواني يوم الأحد المقبل انطلاقا من الساعة 8:30 ليلا على أرضية المركب الرياضي محمد خامس بالدار البيضاء. تأكيدا لخبر سابق، رسميا أيمن حسين يوقع في كشوفات هذا الفريق بعد فسخ عقده مع الرجاء. وتأكيدا للخبر سبق لنا ونشرناه، وقع أيمن حسين في كشوفات فريق القوة الجوية العراقي بعد ما فسخ عقده مع الرجاء الرياضي ليلة أول أمس الثلاثاء. وتوصلت إدارة نادي القوة الجوية لاتفاق رسمي مع المهاجم الرجاوي السابق انضمام صفوف الفريق خلال الموسم الجديد. وجد اتفاق القوة الجوية العراقي أمس الأربعاء مع أيمن حسين بعد ساعات قليلة من فسخ عقده بالتراضي مع فريق الرجاء الرياضي. وأكدت أحد المنابر الإعلامية العراقية اللاعب أيمن حسين وقع إلكترونيا مع إدارة القوة الجوية لتمثيل الصقور بالموسم الجديد. وضاف المصدر نفسه: منتظر أن يصل أيمن حسين إلى بغداد قادما من الدار البيضاء في الساعات القليلة المقبلة ليتم تقديمه رسميا. وتابع تم توقيع العقد إلكترونيا لوجود اللاعب العراقي في المغرب حتى الآن، علاوة على ضيق الوقت المتبقي على نهاية الميركاتو صباح اليوم الخميس. وكان المكتب مديري الفريق الرجاء أعلن أول أمس الثلاثاء على فك ارتباطه بشكل رسمي مع المهاجم العراقي أيمن حسين بالتراضي، وهو الأمر اللي أراح أنصار الفريق الأخضر اللي كانوا طالبوا بفسخ عقده لعدم تقديمه الإضافة المرجوة. المهدي موهوب يبدأ الترويض قبل العودة للرجاء. وفي تفاصيل الخبر، بدا المهدي موهوب لاعب فريق الرجاء الرياضي مرحلة الترويض استعدادا لمرحلة التأهيل قبل الالتحاق بتدريب الفريق الأخضر. وكان المهدي موهوب اللي انتدب الرجاء من فريق الفتح الرباطي في ميركاتو الصيفي الأخير تصاب على مستوى الكاحل في مباراة المغرب الفاسي، وهو محروم من المشاركة في المباريات الأخيرة الرجاء. وحدد الطاقم الطبي للفريق الأخضر مدة غياب مهدي موهوب في شهرين اللي غتستغرق مرحلة الترويض أسبوعين مقابل أسبوع التأهيل و10 أيام من تدريب انفرادية قبل العودة مجددا للميادين. وكينتظر مدرب الرجاء زامباور بفارغ الصبر عودة المهاجم المهدي موهوب لتعزيز خط الهجوم اللي كيبان الجميع باللي هو الحلقة الأضعف في تشكيلات الرجاء حاليا، بحيث كيوصل الفريق المربع العمليات وكيخلق العديد من الفرص لكن كتضيع بسبب غياب اللمسة الأخيرة.
بالمعلم الرجاء كان خاصهم تطعيم الفريق ماشي اهمال اللاعبين، ومن دابا كيبانوا لك اللعابه ديال الالقاب. وفي تفاصيل الخبر اكد اللاعب السابق الفريق الرجاء الرياضي اسماعيل بالمعلم ان الفريق الاخضر كان خاصو يطعم اللاعبين ديال السنه الماضيه وماشي يهملهم، وقال انه كاين فرق بين تطعيم الفريق واهمال لاعبيه، وشرح مصطلح اهمال اللاعب باعطاء مثال محمد زيده اللي كيلعب في عده مراكز، مع العلم ان الفريق كان خاصو يخلي اللاعبين في مراكزهم الطبيعيه ويطعم النادي بلاعبين في مراكز الخصاص. واستغرب بالمعلم لعدم وجود ظهير ايسر في فريق الرجاء، وانتقد الطريقه باش تلقى الفريق الاخضر الهدف امام حسنيه اكادير في المباراه الماضيه، وقال بالحرف حشومه الرجاء تاخذ بيت بداك الكونتر، وكان مقدم العراسي سوبول وبولكسوت واهول ومبارك. وكتب المعلم ان الطريقه باش كيتسجلوا الاهداف كيبينوا لك الفريق الخصم واش لاعب على اللقب ولا لاعب من اجل اللعب فقط، ووضح ان بديك الطريقه فالنادي كيلعب حاليا من اجل اللعب فقط. وختم لاعب الرجاء السابق انه من الواجب على اللاعبين مراجعه اوراقهم وتفادي ذاك الخطا اللي قاموا به واللي عطى الحسنيه هدف كان من الممكن تفاديه لو اللاعبين كانوا قايمين بالدور ديالهم. اذ استغرب بالمعلم المسافه اللي تركوا لاعبي الرجاء خصوصا بولكسوت اللاعب حسنيه اكادير اللي دار ومشى بالكره بدون مضايقه، وشبه خطا بولكسوت برد فعل ديال قدماء اللاعبين. وزاد بالمعلم ان اللاعب لما كيتقدم في العمر وكيعتزل ما كيبقاش قادر يفرض عليك رقابه وكيخلي لك مسافه كبيره فين تلعب. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناء.